السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالنسبة للستات اللي هتسمع كلام الستات اللي بيقول لهم قولوا لجوازكم يا أستاذ محمد، في الأول أنت لما تقولي لجوزك يا أستاذ محمد في الأول هيعتبرك إن أنت محتاجة منه مصلحة ولا محتاجة منه حاجة، وبتفخميه وتعظميه بس إيه للمصلحة يعني. بس بعد كده لو استمريتي يعني هيعمل حاجة من الاتنين، إما إن هو هيتصل بسراية المجانين يجي ياخدوكي يعني، لأنه مش متعود منك على الاحترام الفوق الزيادة ده الماسخ ده. يا اما هيسيبك كده تقولي له يا استاذ محمد يا استاذ محمد، بس هيعاملك هو زي امينه في السيد. طبعا عارفين امينه في السيد، يعني هيعمل لك كده ايه، انت مالكيش لازمه، مالكيش قيمه، مالكيش راي، مالكيش دور، مالكيش خالص، انت ما مش موجوده في حياته، انت في حياته عشان بس ايه تقولي له يا استاذ محمد او يا استاذ سيد او يا استاذ مش عارف مين ايا كان يعني، فانت موجوده في حياته بس تعظميه وتفخميه وتنفخي فيه. فمش هيعتبرك حاجه يعني. بس استاذ محمد اللي انت عماله تقولوا له يا استاذ محمد يا استاذ محمد ده اصلا بيتلكك يعني، هو على تكه. ليه بقى؟ يعني هو اصلا يعني ماسك نفسه بالعافيه ان هو يبص لزميلته في الشغل ولجارتكم ولقريبتكم كده، ماسك نفسه وخلاص يعني عشان يمكن هو محترم شويه، فانت هتقولي له يا استاذ محمد، لا بقى انت اللي جبتيه لنفسك بقى. ليه بقى؟ هيروح لزميلته في الشغل تقول له يا مودي، وجارتكم تقول له يا حمودي، وقريبته اللي هي بنت خالته اللي كانت خطيبته زمان دي تقول له يا كتكوتي، وانت عماله تقولي يا استاذ محمد يا استاذ محمد. خليكي يا اختي استاذ محمد ينفعك وهو بره عامل زي بالظبط السيد. عارفين السيد كان بيعامل امينه ازاي وبيعمل بره ايه بالظبط؟ انت هتبقي كده جوه البيت هتبقي امينه، يعني بتغسلي له رجله وحاضر يا سي محمد ولا يا استاذ محمد مش عارفه هي ازاي، وملكيش اي دور ولا راي في البيت خالص. بس سي محمد بتاعك ده او ولا سي السيد ده ولا اسمه ايه استاذ محمد قصدي، بره بقى عامل اللي ما يعمل. وانا بقول لكم هم الرجاله والله العظيم ما ناقصين ده، هم الرجاله بتتلكك. تقوم انت تقولي لي يا استاذ محمد، طب تعالي بقى انت اما انت جوزك تقولي له يا استاذ محمد، اما المدير في الشغل تقولي له ايه؟ هتقولي له ايه؟ معروف ان احنا يعني بنكلم الناس بدرجه القرابه اللي بيننا وبينهم، يعني حدودنا مع الناس بدرجه القرابه. يعني اكلم اخويا بطريقه وابويا بطريقه وجوزي بطريقه ومديري في الشغل بطريقه وجاري بطريقه، كل واحد ليه لقب كده انا هلقبه بيه، وهعمل حدود للمعامله بيني وبينه على قد درجه القرابه. فانا لما اقول لجوزي يا استاذ محمد ده يبقى كده ما مش قريبي، مش قريبي. بس انا مش بقول ان معنى كده الست يعني ايه تعلي صوتها على جوزها ولا تهينه، لا. بس هو الراجل اصلا مش بيقولوا ان الراجل طفل، او في قاعده بتقول ان الراجل مهما كبر بيحب يعيش الطفوله او كده، فتقريبا يا استاذ محمد دي كسرت القاعده دي، نسفتها نسف القاعده بتاعت ان الراجل بيحب يبقى طفل. فانت هتقولي له يا استاذ محمد كده انت بقيتي ايه، زميلته في الشغل، سكرتيرته، جارته كده، هيعتبرك كده فعلا، هيعتبرك كده ويعتبر نفسه في الوقت ده هو الشخص المحترم اللي ما بيبصش لجارته ولا سكرتيرته ولا زميلته، هيعتبر نفسه في الوقت ده كده. لكن بره هيروح يدور بقى على الست اللي بتقول له يا حمودي وكوتي ويا مش عارف اسمه ايه. فخلي بالك ان انت لابسه في الحيط دي يا استاذ محمد، دي لابسه في الحيط فعلا، مش لابسه في حيط، ده انت لابسه في عمود خرسانه، لانك كده مدمره نفسك ومدمره جوزك. بس هو مش متضرر قوي يعني، هو مش متضرر من يا استاذ محمد. ليه بقى؟ لان في البيت هيعاملك كجاريه شغاله عنده، ما انت بقى تقولي له يا استاذ محمد اكيد شغاله عنده طبعا معروفه يعني، وبره هيشوف حاله ومحتاله هيبقى زي الفل، فهو مش متضرر قوي. المتضرر انت بقى لما مع الوقت تعرفي ان جوزك يعني متجوز عليكي مثلا اتنين وماشي مع 15 واحده تانيين، وانتي واحده مالكيش اي لازمه، ومع الوقت كمان هو هيتعود منك على انك ضعيفه ومالكيش راي ومالكيش قيمه، وهيعاملك بالشكل ده، وانتي هتحسي الشكل ده كمان هتحسيه هتحبيه او هتتاقلمي، مش عارفه بالظبط هيحصل لك ايه. فمع الوقت ده هيبقى شكلك ودورك في الحياه انك واحده مالكيش قيمه، واحده شغاله كده جاريه في البيت مالكيش لازمه يعني. انا مش بقول ان الستات بقى ايه يعني تفرض رايها على جوازها او تعلي صوتها او لا لا لا، ده شرعا اصلا حرام انك يعني تكوني شخصيه مستبده او تعلي صوتك على جوزك او الكلام ده حرام، شرعا حرام. فاحنا بنقول يا جماعه يعني خلونا وسط كده، يعني خلونا وسط. يعني دايما بيقولوا ايه، ان الرجاله تحب ان الزوجه تبقى ام في وقت، وتبقى بنته في وقت، وتبقى زوجته في وقت، وتبقى مش عارفه كده يعني. فانت المفروض تعملي كل ده، تبقي ام وزوجته واخته وصاحبته كله.
انت تبقي فيكي كل المواصفات، سعادتك بقى انت عملتيها يا استاذ محمد، حلو، انت كده بقيتي بتشتغلي عنده ليس اكثر، مالكيش اي دور بقى من الادوار التانيين دول، مالكيش دور. صحيح ان الرجاله على فكره من ضمن صفاتها، ومحدش بقى يقول لي لا ومش لا، ده من ضمن صفات الرجاله انها تحب اللي ايه، اللي يفخم فيها شويه، بس الكلام ده مش عمال على بطال، ومش في كل الاوقات. يعني تفخمي في جوزك قدام الناس، مش تقولي له يا استاذ محمد، لا، تقولي ان هو راجل ذكي، ان هو كويس معايا، ان هو سخي، ان هو كريم، ان هو مؤدب. هو بيحب التفخيم ده الرجاله يعني، فتقولي كده حلو ده قدام الناس، وبرده بينك وبينه ده انت احسن واحد في الدنيا، ده انت كده يعني. لكن يا استاذ محمد انت حطيتي مسافه بينك وبينه، حطيتي حيطه بينك وبينه، يعني انت بتكلمي كده راجل غريب. ما هو ما فيش واحد عاقل في الدنيا، انت لو ماشيه معاه في الشارع وهتندهي له وتقولي له يا استاذ محمد، الناس هيفتكروا ان دوت واحد يعني ايه، انت ده المدير بتاعك في الشغل ومنشه بتندهي عليه، هيفتكروا ان حد مش قريبك اصلا. فانت يا استاذ محمد انت فخمتيه، بس حطيتي حاجز بينك وبينه، ولغيتي انك هو زوجك اصلا، دي اتلغت بقى خلاص. فخافي لحسن لو جوزك اتعود منك على يا استاذ محمد، انت الخسرانه، لان هو هيدور على اللي هتقول له يا مودي، هو هيدور على اللي هتقول له يا مودي. فانت براحتك خالص، انت عايزه تبقى شخصيه زي امينه بتاعت السيد، عايزه تبقي مالكيش قيمه، عايزه تبقي يعاملك كانك شغاله عنده، او قولي له يا استاذ محمد، اعملي اللي انت عايزاه، بس كمان ما ترجعيش تعيطي وتولولي وتبكي بدل الدموع ده لما يروح يتجوز عليكي، او يروح يدور على واحده هتقول له يا مودي ويا حمودي. ما ترجعيش تندمي وتقولي يا ريتني ما كنت سمعت كلام اللي قال كده. خلي بالكم الكلام ده والله العظيم هو كلام لحسن في بعض الستات قليلين على فكره اللي هيفهموا ان الكلام ده حقيقه. لا، هو كتير من الستات فاهمين ان الكلام ده عباره عن ترند او كلام استعباط، يعني هزار مثلا. لكن في شويه ستات عبط شويه، سوري يعني، بعض الستات اللي دماغهم لاسعه ممكن تفهم ان ده ممكن يخليها تقرب اكتر من جوزها، انها تقول له يا استاذ مش عارفه مين، فده يخليها تقرب اكتر من جوزها. لا، ده دوت يا حبيبتي بيعمل بينك وبينه مسافه محيطات وبلاد وحاجات كده. اوعي تاخدي ان الكلام ده بجد، اوعي تنفذي ولا حرف. بصوا انا هقول نصيحه للستات كده، اخر حاجه بقى قبل ما ننهي الفيديو ده، نصيحه لكل الستات. اي واحده تطلع لكم في التلفزيون تقول اي حاجه اعملي عكسها، او ما تعملهاش، على الاقل ما تعمليهاش. يعني اللي تقول لك جوزك دوت انت مالوش حق عليكي وانت ترضعي الولاد بالفلوس، ما تعمليش بالكلام ده. اللي تقول لك جوزك لازم تقولي له يا استاذ محمد وجزمته فوق دماغك وراسك تحت رجله، ما تعمليش بالكلام ده. اللي تقول لك جوزك دوت ما تسمعيش كلامه ولا ليه حق يقول لك انت رايحه فين ولا جايه منين، مالكيش دعوه بالكلام، اسمعي منها فوت منها وما تسمعيش اصلا كمان. اللي مثلا تقول لك جوزك ده فرعونك، هو ناقص فرعنه، هو ناقص فرعنه يا ولاد، فرعون مين، هو ناقص برضو، ما تعمليش بالكلام ده. انت خليكي واحده عاديه خالص، واحده طبيعيه، بني ادمه، اللي هو هتعملي ايه بقى؟ جوزك ده شرعا ليه ايه عندك؟ انك تحترميه وتوقريه وتسمعي كلامه. شوفي الشرع بيقول ايه واعمليه، مالكيش دعوه بقى ايه فلانه بتقول وفلانه بتعيد. الله يكرمكم ما تسمعوش. الستات مش ناقصه خراب بيوت اصلا، اقسم بالله ما ناقصه خراب بيوت. هم يعني البيوت اصلا، البيوت مبعككه كده وملعبكه، مش ناقصين عقد. هي يعني الموضوع مش ناقص عقد. فاللي هتطلع لنا تقول لنا مش عارفه ده نقول له يا استاذ محمد وده فرعون وده، هي البيوت مش ناقصه لعبكه، ده احنا بنحاول نحلها. عايزين يعني محلل مش محلل، عشان نحلل العقد الموجوده في البيوت. هي مش ناقصه، احنا مش ناقصين عقد. فحكمي عقلك يا بنتي وحكمي ضميرك وتعاملي مع جوزك، ولا تسمعي لدي ولا تسمعي لدي ولا تسمعي لحد خالص. شوفي الشرع وربنا بيقول ايه وتعاملي بس. هو ده الخلاصه يعني. وربنا يهدينا ويهديكم جميعا، امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.